اللجان الالكترونيه اشتغلت عشان بقى تحاول تقلل، فكده كده اصل هم هيرجعوا في كلامهم، فكده كده تعالوا بقى ايه نقلل منهم، نهدهم، نقول لهم بقى ان انتوا ايه اونطاجيه، ان انتوا كده كده مالكوش اي قيمه، مالكوش اي لازمه، ان انتوا ما عندكوش كرامه، ان انتوا هترجعوا في كلمتكم. خلصت القصه دي، خلصت القصه دي. يا نهار ابيض نعمل ايه؟ ده يا جماعه الزمالك بجد، ده الزمالك انسحب بجد، ده الزمالك اعتذر بجد، ده الزمالك مش مسافر بجد، وابتدى الناس ايه تطلع. بطلوا بقى اونطه، ده انتوا حاجزين الاوتيل في الامارات، بطلوا اونطه، انتوا ما كنتوش مسافرين الاثنين، ده انتوا كنتوا مسافرين النهارده، انتوا بتضحكوا على جماهيركم ولا ايه؟ انتوا بتشتغلوا الناس. بص مرتضى منصور هيقول لك في الاخر انا رجل دوله وخلاص فهرجع في كلامي. كل ده اتقال بعد ما القصه دي انتهت. ابتدت اتحاد الكره المصري يبعت جوابات للانديه، بدا ببيراميدز. بيراميدز من خلال مديرينه التنفيذيين هنا رفض المشاركه. بيراميدز رفض المشاركه. انتوا عارفين بيراميدز طلع جواب قبل كده برضه بموضوع الاستثمارات وموضوع ان هو محاباه نادي واحد، وعايز اقول لكم انديه كتيره زهقت يعني، مش الزمالك بس، الزمالك وبيراميدز وكل انديه مصر. البعض ممكن يقول لك والبعض ممكن ما يقولكش، بس الناس زهقت بجد والله. خلاص ناس زهقت من فساد التنافس في في كره القدم في مصر. مش احنا اللي قلنا كمان، ده طلع الدوري المصري من اكتر اتقال اكتر 4 5 دول في فساد تنافسي. تمام. طيب بعد ما خلصت القصه دي قلت لكم بيراميدز رفض. طبعا المباراه دي هتقام في الامارات، والامارات مجلس ابو ظبي، طبعا المجلس ده مجلس محترم وناس كلها محترمه وافاضل وبنحترمهم كلهم وكل حاجه. صاحب النادي اماراتي الاستاذ سالم الشمسي، والمباراه دي خلاص هتقام في ابو ظبي، فلازم انقاذ السوبر. وبالتالي من خلال رئيس نادي بيراميدز تم الموافقه على المشاركه في هذا اللقاء. واتحاد الكوره قال لهم بصوا هنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، هنطلع لكم تاشيرات، في طياره خاصه هتيجي تاخدكم يوم الاربعاء اللي هو بكره عشان توصلكم لغايه هناك وتلعبوا الماتش الجمعه، وكل حاجه الفاسيلتيز وكل التسهيلات هتكون موجوده لنادي بيراميدز عشان يلعب اللقاء. تمام. انا بقى بعد كده فنادي الزمالك قال لك اشرب بيراميدز هيلعب معانا ايه بقى من انسحاب لفكره بقى الانسحاب والتريقه على الانسحاب وان احنا نرجع في كلامنا لفكره بقى كده كده السوبر هيتلعب وكهربا انتصر. كلام. بصوا يا جماعه، ليه قناه الزمالك اكثر مشاهده؟ ليه قناه الزمالك ليها مشاهدينها مش من الزملكاويه بس، من كل الانديه؟ لان قناه الزمالك اما بتتكلم في مواضيع فيها نوع من المنطق والعقل والحق. لما بنيجي نذيع فيديوهات لناس بنوري الناس التناقض اللي بيحصل من الشخصيات دي في فكره اللوائح والقوانين. سيبكم بقى من الكلام المطاط بتاع القيم والمبادئ. اقول لكم حاجه كده، حكايه بره كره القدم. اما يكون واحد بيدور على قيم ومبادئ، فاما يجي ابنه يهرب من عنده فبيعاقبه، بيقول له انت هارب وانت 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 وانت. اما يجي جاره ابنه يهرب من عند جاره، مش هيقول عليه ده ابننا وده حبيبنا ومش مهم يهرب من ابوه او من جاره، لا، ويجي عندنا ونحضنه ونعمل له كل حاجه عشان ده. ايه ده؟ ايه القيم والمبادئ دي؟ هي دي قيم ولا مبادئ؟ دي ولا قيم ولا مبادئ، ولا قيم ولا مبادئ. طيب نمره 2، وهنا السؤال اللي انا بساله لكل الناس اللي بتتفرج عليا، لو كان امام عاشور، كنا من ايام قليله من 3 شهور كسبنا الاهلي زي ما كسبنا الاهلي في نهائي كاس مصر، تمام، وجه امام عاشور بعد المباراه راح غنى مع 6000 واحد وقعد يقول ايحاءات جنسيه ويعمل بايديه حاجات بتدل على الايحاءات الجنسيه، تمام، وجه لجنه الانضباط طلعت قرار بايقافه 12 ماتش، وجه الزمالك عنده ماتش السوبر مع الاهلي يوم الجمعه. كان الاهلي لو لجنه التظلمات اللي اساسا في موضوع امام عاشور قالت لا، عمر ما اللي واخد عقوبه
اما يتظلم عليها العقوبه ما توقفش ابدا. اهو ده بقى بجد، ده بقى بجد خلاص هتتغير المره دي. العقوبه الاولى لامام عاشور لو استأنفتم عليها لا ممكن تتوقف ابدا. طب المره دي كهربا خلاص هتنزل المره دي، اما تستأنفوا عليها هنوقف العقوبه. بالعربي كده. طيب فين القيم والمبادئ؟ اما يجي تفتكروا كان النادي الاهلي وافق ان امام عاشور يلعب، عارفوا كان قالوا ايه؟ بالحاجات الرنانه بقى. نحن النادي صاحب القيم والمبادئ نرفض تماما مشاركه هذا اللاعب الذي خرج عن النص والذي يعتبر قدوه لشباب معرفش ايه، وان هذا او ان هذا اللاعب اسمه ده يعني خرج عن النص وخرج عن الادب والاخلاق، وكيف لهذا اللاعب ان يشارك في مباراه وهو موقوف 12، وان النادي كذا مع القيم ومع المبادئ ومع القدوه الحسنه، ونرفض تماما مشاركه هذا اللاعب، ولا بد من تطبيق اللوائح والقوانين وان تمشي على الجميع. كلام بقى حلو قوي، كلام حلو قوي فيها شويه قيم ومبادئ. الشتيمه الناحيه الثانيه ما فيهاش قيم ومبادئ. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بس عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك العظيم. الزمالك انتصر وعرى ناس كتير مسؤولين في الرياضه في مصر، عراهم مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. شكلهم بقى سيء للغايه. الحاجات بقى اللي كانت بتخلص بالتليفونات، واللوائح اللي بتتغير في ثانيه، واللوائح اللي بتتغير في نص الموسم، والقوانين اللي على المزاج. خدوا بالكم، على مدار تاريخنا، على مدار تاريخنا هنتكلم على عقوبات. لم يستطع هذا النادي اللي على راسه ريشه انه يتكلم مع الاتحاد الافريقي، بس بيعمل ايه؟ هرقل مع اي اتحاد مصري واي منظومه في مصر رياضيه، لكن مع الاتحاد الافريقي ما يفتحش بقه خالص. راح لعب كاس العالم وكاس الامم بيلعب، ما يقدرش يفتح بقه مع الاتحاد الدولي. لكن مثلا عبد الله السعيد هنا 2 مليون دولار احجز، يروح عبد الله السعيد للمحكمه، محكمه الكاس، يقول لك الكلام ده غلط وما فيهوش اي حاجه. تيجي المحكمه الاداريه هنا تحكم ان ما فيش حاجه وان هو اللي عنده حق. لكن هنا اتحاد الكوره ولا اي حد لا، ملناش دعوه.